احنا طرحنا على انفسنا سؤال، واحنا وجميع الناس اللي كانوا معنا النخبه في المثقفه في السماره: الى متى؟ بحثنا في داخل المنتديات الخاصه الى متى هذا العزوف او شبه العزوف عن العمل السياسي. وبخلال العمل ديالنا الجاد ومن خلال تتبعنا المشهد السياسي بصفه عامه وجدنا ضالتنا داخل حزب الاصاله والمعاصره، خصوصا على المستوى الوطني خصوصا باقليم السماره. واليوم جاي انخرطنا فيه انخراط طوعي، انخراط ارادي، كمقتنعين بهذا العمل. هذه المرحله الاولى. لماذا؟ لان المشهد السياسي المحلي يحتاج الى كفاءات، ويحتاج الى ناس يكونوا حاملين الهم وقراب من الواقع المحلي المعاش. وقدموا رساله واضحه لجميع فئات لجميع ساكنه السماره، لا من مخيم ساكنه مخيم القويز ولا من المدينه، شباب شيوخ ربيب والقويز، خصوصا ربيب والقويز، شباب وشيوخ، على انهم ماشي يصوتوا الحزب تراكتور، يصوتوا بكثافه باش نحققوا الاغلبيه. لان احنا ما كنطمحوا النجاح فقط ونعودوا كرقم غير معترف به، نعودوا رقم صعب داخل معادله، رقم صعب باصواتكم. اذا التصويت ما هو كافي، خاص التصويت بكثافه وباش تحاسبونا ونعودوا قد المسؤوليه. عندنا واحد البرنامج او واحد العقده معاكم. هيك العقده الانتخابيه مرتبطه اساسا بنسبه التصويت، اولا مرتبطه اساسا بنسبه تصويتكم على رمز التراكتور. اذا حققنا الاغلبيه ان شاء الله داخل المجلس البلدي، برنامجنا لننزلوا على ارض الواقع، ونحن وانتم سواء داخل المجلس البلدي. والسلام عليكم. يوم 4 سبتمبر 2015 صوت الحزب الأصالة والمعاصرة. حزب الأصالة والمعاصرة، روح المواطنة في خدمة المواطن.